السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب مستر خالد وطلاب اللغة الإنجليزية. إذا كنت طالب أكاديمي بتدور على درس شرح مفيد ومبسط وسهل وسريع ونحل عليه على طول بعد الدرس، فده هيكون المكان المناسب ليك. وإذا كنت بتدور على شرح قاعدة جرامر معينة تقدر تستفيد بيها كلغة، فبرضه ده إن شاء الله هيكون المكان المناسب ليك. ما تنساش بس قبل ما نتكلم عن have to و must تعمل السبسكرايب الجميل علشان خاطر تقدر تتابع معانا كل الدروس الجاية ان شاء الله. طيب النهاردة هنتكلم عن درس مهم جدا وجميل، هو بيتكلم عن have to و must. طيب بالنسبة ل have to have to بتيجي بمعنى يجب أن، أما must فبتيجي بمعنى يجب أن برضو عادي جدا، هي. طيب الفرق في ايه؟ قال لك الفرق ان هنا في must هجيب قبلها الفاعل وبعدها الفعل في المصدر، اما have to فهنجيب قبلها الفاعل وبعدها الفعل في المصدر. ايه ده مستر بس احنا لسه ما قلناش اي فرق. ايوه يا عزيزي، ما هو لسه انا لازم الطبيعي ان انا هقول لك التشابهات الاول، بعد كده هبدا اقول لك على الفروقات. طيب هنا خلي بالك بقى من حاجه، هنبدا من اول هنا بقى الاختلافات. هو مبدئيا have to للالزام وmust هي كمان للالزام. طيب الفروقات هتبدا ازاي؟ قال لك must بيجي قبلها I و you و we و they و he و she و at واي اسم مفرد واي اسم جمع عادي جدا. اما have to فلا، have to هنا قبل فيها 4 حروف، فهيجي قبلها 4 ضمائر اللي هم مين؟ I والwe واليو والthey واي اسم جمع. طيب معنى كده ان انا هرمي الهاز تو هرمي الهي والشي والات؟ لا، ما انا هحطهم بقى، بس هنحطهم مع مين؟ مع الهاز تو. هنا الهاز تو عباره عن 3 حروف، فطبيعي بيجي قبلها 3 ضمائر اللي هم مين؟ اللي هم الهي والشي والات واي اسم مفرد، بس برضه هيجي وراها الفعل في المصدر عادي جدا. هناخد مثالين بساط جدا. يعني بيقول لي she has to do homework، يعني هي لازم تعمل واجب او الواجب the homework. اوكي طيب هنشيل she ونحط we، طبيعي يبقى هنشيل has to ونحط جدع have to do homework او the homework. طيب يا مستر ده بقى في حاله النفي، قال لك اسف، ده كله في حاله الاثبات. في حاله النيجاتيف ان انا عايز اتكلم عن الجمله المنفيه، هتكلم عنها ازاي؟ تفتكر have to نفيها ايه؟ لا غلط، مش haven't to. طب نفيها ايه؟ قال لك نفي have to هنا هيكون don't have to، وكذلك نفي has to هيكون نفيها doesn't. بس خلي بالك doesn't have. ايه ده ليه have؟ عشان احنا خدناها قبل كده ان don't و doesn't بترجع الفعل لايه؟ لاصله، وهنا انا عندي ال has to اصلها have to. عشان كده انا في القوانين في البدايه خالص لما حبيت اكتب لك اسم الدرس قلت لك have to، ما جبتلكش سيره has to غير بعدين. فhas to دي مجرد صوره، فتبقى عباره عن ايه؟ doesn't have to. معناها اختلف، هنا معناها يجب ان، لازم تعمل الشيء ده، لو ما عملتش الشيء ده هتتعرض لمشكله كبيره. طيب don't have to doesn't have to قال لك معناها ان انت لست مضطر. يعني ايه يا مستر لست مضطر؟ يعني انت مش مضطر تجيب سندوتشات النهارده، انا معايا سندوتشات، طب لو جبت عادي، لا ضرر ولا ضرار. يبقى هنا رغم ان have to الزام قوي، الا ان don't و doesn't have to معناها اللي هو انت مش مضطر، براحتك، سيب لك الحريه، you are free. تمام كده؟ طيب يعني ايه مثلا هنا هتبقى she has to do homework، هنقولها ازاي؟ هتبقى she doesn't have to. ايه ده ازاي have جت مع she؟ ما انا لسه قايلين ان doesn't بترجع الفعل للمصدر، هتبقى she doesn't have to do homework. بس كده. طيب وفي السؤال التاني بيقول لي we have to do the homework، هتبقى we don't have to
do the homework. تعالى لي بقى عند must اوضح واسهل بكتير. مبدئيا must الفاعل اللي معاها بتاخد اي فاعل. يعني ايه بتاخد اي فاعل؟ يعني بتاخد الاي والوي واليو والذي والهي والشي والات واي اسم مفرد واي اسم جمع عادي جدا، ما عندهاش مشكله مع اي حد. يعني هنا هقول لك you must study hard. يعني انت يجب ان تذاكر بجد. طيب نفيها ايه؟ قال لك نفيها هيكون you mustn't. مثلا وليكن play in the street. انت ممنوع انك تلعب في الشارع. خلي بالك هنا بقى ان mustn't هنا نفي برضو قوي بيجي بمعنى ممنوع. ممنوع تعمل الشيء ده، ما ينفعش. لو عملته هتتعرض لغرامه، هتتعرض لمشكله. فبالتالي انا must كانت بتساوي حاجه اسمها should و shouldn't. لو فاكرين هي بالظبط should و shouldn't، بس الفرق ان should و shouldn't للنصيحه. عملت الشيء ده اوكي، ما عملتوش اوكي. اما must و mustn't لا، هنا في الزام او نصيحه شديده، اعمل الشيء ده او ما تعملش الشيء ده. الموضوع منتهي وممكن تتعرض لمساءلة. الفرق بين have to طيب وماست في المعنى؟ قال لك have to بتستخدم للإلزام الخارجي، مديرك، باباك، مامتك، مدرسك، حد أعلى منك في الفئة. طيب have to أو must بتستخدم للإلزام الداخلي، أنا بلزم نفسي بشيء معين إن أنا هعمله، أو قانون تجريم أو محرم. طيب هنبدأ بقى نحل مع بعض كده كام سؤال نطبق. بيقول لك هنا a patient not see the doctor when they are sick. يبقى a patient must. طب هنا ليه ما ينفعش استخدم have to؟ لان ما عنديش to، انا عندي have بس من غير to. nurses have to يبقى الفعل في المصدر تبقى make. السؤال الثالث you not drink enough water. ما ينفعش have لان مفيش to، يبقى you must. يبقى دي نصيحه جديده، ممكن ابدلها بشود. يبقى you should drink enough water، بس قوه النصيحه هتقل شويه حلوين. Number 4 you not can cross the road it's dangerous. هتبقى you can't. هنا dangerous خطير، هتبقى you mustn't. You not come to school on Friday it's a holiday. يا جماعة دي أجازة يوم الجمعة، أنت مضطر تيجي المدرسة؟ لأ، هتبقى you don't have to. السؤال السادس I not wear my school uniform every day. أنا هنا مجبر إن أنا ألبس اليونيفورم كل يوم، وده إلزام خارجي من المدير، فأنا لازم أستخدم لها must. You must not when the light is red. هتبقى you must stop. جاي وراها الفيرب فين؟ في الانفينيتيف. طيب we not doesn't have to hurry there is enough time. هتبقى طبعا النفي مع we don't. السؤال التاني she mustn't talk. السؤال التالت he have to has to. السؤال الرابع we don't have to go to now we are late. احنا متأخرين، يبقى احنا مش مضطرين نمشي؟ لا طبعا، هتبقى we have to. السؤال الخامس they not doesn't have to study today it's a holiday. هتبقى they don't. السؤال السادس you mustn't eat هتبقى eat. والسؤال الأخير my sister have to clean her room every day. هتبقى my sister has، لأن sister هنا مفرد. وبكده يكون الجزئيه بتاعت النهارده خلصت، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده. ما تنساش تراجع الفيديوز القديمه، ما تنساش تحل الميني كويز اللي انا هسيبه لك تحت. هسيب لك اسئله رايت تشوز كوريكت، حاول تحلها كويس جدا، وان شاء الله اشوفك السيشن الجاي على خير، ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.